ليلة النصف من شعبان فضلها وما أحدث فيها. أما الصنف الثاني الذي لا تشمله مغفرة الله ولا رحمته في ليلة النصف من شعبان فهو المشاحن، صاحب الحقد، صاحب الغل، صاحب البغي، صاحب الحسد، صاحب الإثم، من انطوى قلبه على هذه الآثام. وذلك أنه قال في الحديث: إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. خطبة للشيخ الفاضل عبد الواسع السعيدي حفظه الله كانت بتاريخ 8 من شهر شعبان لعام 46 و400 وألف للهجرة. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، روى الطبراني سليمان بن أحمد الطبراني عليه رحمة الله، والحديث في السلسلة الصحيحة بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله تعالى نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. تعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى، فإن لله تعالى رحمات أو نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث النبوي: حث وإرشاد وترغيب لكل لبيب وعاقل وحي إلى الاستمرار والمبادرة والمداومة على فعل الخير، حيث قال: افعلوا الخير دهركم، أي لا يكن خيركم شهريا ولا أسبوعيا، بل يكن خيرك
عمريا مداوما عليه حتى تلقى الله. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم على عبادته قائما وقاعدا ومضطجعا وفي كل حال حتى يأتيك الموت. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، أي ما دمتم مداومين على فعل الخيرات فإن لربكم نفحات وعطايا وهبات يمنحها في كثير من الأوقات لمن وفقه الله فداوم على الطاعات، فإنه سينال من تلك النفحات. قال: وتعرضوا لنفحاته، ثم قال: واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فأرشدنا إلى هذين الدوائين: الدواء الأول بالدعاء بستر الظاهر، والدواء الثاني الدعاء بستر الباطن. أما ستر الظاهر فبستر السوءة والعورة، وذلك أن المعاصي تكشف العورات وتبدي السوءات، ولكن يستر رب البريات على من شاء من عباده. ولما ذاق آدم من تلك الشجرة بدت لهما سوآتهما، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي ظهرت لهما عوراتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فحين تسأل الله أن يستر عورتك، معنى هذا أن الله جل وعلا لا يفضح لك سرا ولا يظهر لعدوك خبرا، بل يسترك. فإن كان بين العبد وبين ربه من الذنب ستره وتاب عليه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، والروعة هي الخوف، ومحل الخوف القلب. فإذا أمنك الله مما يفزعك ويقلقك، فإن الأفزاع والأوجاع تؤثر على القلوب أضرارا وآثارا وآلاما. فإذا ستر الله ظاهرك بستر العورة والسوءة، وستر الله باطنك فألبس قلبك لباس التقوى، وأمنك من كل ما يروعك، من كل ما يروعك ويخيفك، فهذه منة من الله جل وعلا. ثم اعلموا عباد الله أن أعمالنا إلى الله صاعدة وعليه معروضة، تعرض عرضا يوميا وعرضا أسبوعيا وعرضا سنويا. تعرض أعمالنا على الله بالليل والنهار. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فرفعوا إلى الله وعرضوا عليه أعمالنا. وروى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قام فينا النبي عليه الصلاة والسلام ب5 كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يصعد إليه عمل الليل، أو قال: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: يخفض القسط ويرفعه، أي يخفض الميزان ويرفعه، حيث توزن أعمالنا الصاعدة
وتوزن أرزاقنا النازلة وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فعملك هذا من صبح يومك في جمعتك إلى عصرك يرفع قبل أن يأتي الليل، وعمل الليل يرفع قبل أن يأتي عمل النهار. فهكذا أعمالنا على الله معروضة وإليه صاعدة ليلا ونهارا وعرضا أسبوعيا. في يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلى رب العالمين فتعرض عليه في يوم الاثنين والخميس، وعرضا سنويا في شهر شعبان، حيث ترفع الأعمال في شهر شعبان فتعرض على رب العالمين. قال ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فأعمالنا معروضة بكرة وعشية، وفي كل أسبوع مرتين، كما أنها تعرض أيضا في شهر شعبان. فأين يكون حالنا ومهربنا وأعمالنا على الله معروضة ليست مخبأة إلى يوم القيامة ليطلع عليها رب العالمين، بل هو عالم بها يوميا وأسبوعيا وسنويا، وعالم بأعمالنا قبل أن تكون. فلنراقب الله فيما نأتي وندر ونقول ونفعل. ثم يلي هذا جاء عند ابن ماجة وغيره وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شهر شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. إذا انتصف شهر شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. ضعف هذا الحديث طائفة من أهل العلم وصححه آخرون، وحملوا معنى الحديث على أن المراد إذا انتصف شعبان فلا صوم أي لمن كان تاركا للصوم في النصف الأول من شعبان وتاركا للصوم قبله، فتحين حتى إذا جاء منتصف شعبان بدأ يصوم، فهذا الحديث يتناوله فلا صوم. أما من كان له عادة يصوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يكثر من الصيام في شعبان، فلا يدخل في هذا الحديث لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان عليه صوما فليصمه. قال العلماء: من صام آخر شعبان وعليه نذر أو قضاء أو كفارات فلا حرج أن يصوم ولو إلى 29 من شعبان. وإنما جاء النهي في الحديث لا صوم لمن لا يصوم أصلا، فوصل إلى منتصف شعبان فبدأ يصوم، فهذا الحديث يتناوله، لأن منهم من يفهم أن هذا الحديث نهي عن الصوم بعد منتصف شعبان. كلا، فلا حرج أن تصوم ولو بعد المنتصف فما شئت ولو تطوعا. وأيضا مما يلي التنبيه عليه في هذا المقام أيضا ما جاء عند ابن ماجة وهو في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان، وفي رواية لا يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض جميعا، وفي رواية فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث قبله قوم ورده آخرون، مع أن الأحاديث الواردة في منتصف شعبان في فضل منتصف شعبان أو ليلة شعبان كلها ضعيفة بل موضوعة، كما جاء في حديث: قوموا ليلها وصوموا نهارها، فهو حديث ضعيف بل موضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وأن من صامها وقامها كان له من الأجر كعدد شعر غنم كذا، فهي أحاديث ضعيفة لم يثبت في فضلها إلا هذان الحديثان، وهما: الأول فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وجاء في بعض الروايات: فيغفر لكل مؤمن فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي هذا الحديث ما قال: ولكن يلحق بالحديث الأول فيكون حسنا معه. فمنها هنا هذا الذي صح
في فضل ليلة النصف من شعبان أن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه فيغفر لجميع أهل الأرض إلا لصنفين: الأول المشرك، والثاني المشاحن. وقبل بيان هاتين المسألتين نبين قضية قيام ليلة النصف من شعبان. فمن الذي ابتدأها؟ ومن أين أتت على هذه الأمة إحياء الشعبانية؟ هل لها أصل في الشرع؟ اعلموا رحمكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بفضل ليلة النصف من شعبان وأن الله يطلع فيها ما قام ليلها بقيام يخصه ولا صام نهارها بصيام يخصه، وإنما كان قيامه العادة، كما قالت عائشة: كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، وكان يكثر من الصيام في شعبان وهي من جملة الأيام. أما أن يخص ليلها بزيادة عبادة أو تلاوة أو دعاء أو نهارها يحث على صيامه فلم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من له عادة في صيام الثلاثة الأيام البيض فلا حرج، أو يصوم شعبان فلا حرج. وأما قيامها فلم يرد عن الصحابة أيضا أنهم قاموها ولا اعتنوا بها حتى جاء عهد التابعين، فكان هناك 3 نفر من التابعين، أحدهم يقال له خالد بن معدان، والثاني مكحول، والثالث لقمان بن عامر. هؤلاء 3 من التابعين وقفوا على بعض الروايات الإسرائيلية كما ذكر ذلك ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه لطيف المعارف. أتتهم بعض الروايات الإسرائيلية فأخذوها في فضل ليلة النصف من شعبان، وبدأوا في ليلة النصف يغتسلون ويتجملون ويتطيبون ويحيونها بذكر وصلاة وعبادة، وأخذ الناس من بعدهم عنهم إحياء ليلة الشعبانية عن هؤلاء 3. ولم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ما يدل على فضل القيام أو الاعتناء إلا عن هؤلاء 3. واختلفت الأمة بعدهم، منهم من أنكر عليهم وقال هذا عمل محدث ومبتدع، ومنهم من قال لا مانع من الذكر، وخير الأمور ما كان عليه عهد محمد عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. فمنها هنا لا تخص هذه الليلة بعبادة، كما أن يوم الجمعة له فضل أعظم من الشعبانية، ومع هذا قال لا تخص ليلها بقيام ولا نهارها بصيام، فلا يوجد دليل على تخصيصها بعبادة معينة، بل هي ليلة من جملة الليالي. ومن أحياها بحضرات أو مجامع فما وافق الصواب، وكل عمل ليس عليه هدي النبي فهو مردود على صاحب لبطلانه وعدم الاعتداد به، لما جاء في الصحيحين: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم نأخذ من هذا الحديث فيغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، أي هذا المشرك الكافر إما كفرا أصليا أو كان مسلما فأشرك وكفر بالله بدعاء غير الله أو استغاث بغير الله أو اعتقاد أن هناك أقطابا أو أوتادا أو نقبا أو نجبا أو أبدال يدبرون هذا الكون ويعلمون المغيبات ويقضون الحاجات، هذا داخل في دائرة الشرك وداخل في قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فمن أشرك بالله شيئا خرج من دائرة الإسلام إذا وقع في الشرك الأكبر، وإن وقع في الشرك الأصغر تاب إلى الله عز وجل. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال العلامة ابن القيم: هذه المعاصي الثلاث الشرك والقتل والزنا هي أصول المعاصي التي قال الله فيها جل وعلا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذن هذا الصنف الأول في ليلة نصف شعبان
لا يغفر الله له ما دام مصرا على شركه وعلى ما هو عليه، فإن تاب تاب الله عليه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لكم واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، وأما الصنف الثاني الذي لا تشمله مغفرة الله ولا رحمته في ليلة النصف من شعبان فهو المشاحن، صاحب الحقد، صاحب الغل، صاحب البغي، صاحب الحسد، صاحب الإثم، من انطوى قلبه على هذه الآثام. وذلك أنه قال في الحديث إلا لمشرك أو مشاحن. وقد جاء عن بعض السلف أن المراد بالمشاحن هنا الذي لا يغفر الله له هو الذي يحمل الشحن على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تشمله المغفرة. وقال بعض أهل العلم إلا مشاحن هو صاحب البدعة الخارج على الأمة. وقال بعضهم بل صاحب الشحناء هو الذي يحمل الشحناء والبغض والحقد على ولاة أمور المسلمين من العلماء والأمراء، حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء المراد بأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فيحملون حقدا على أهل الحل والعقد، ويحملون حقدا على أهل العلم والعبادة، فيحقدون على الأمراء ويحقدون على الملوك ويحقدون على العلماء، ويبثون معايبهم ويذكرون مثالبهم ويحرضون عليهم ويهيجون الغوغاء عليهم، ولربما أحدث السريات والتنظيمات والتكتلات الداخليات لإيجاد القلاقل والبلابل والفوضى والاعتصامات وتهيج الشعوب وتدمير الممتلكات وإتلاف الممتلكات العامة باسم الخروج على ولاة الأمر. ألا فاعلم أن هذا السائر على هذا المنوال لا يدري بالعواقب ولا بالآثار. وهذا المنبر كان يحكي من قبل عشرات الأضرار والآثار والأخطار من آثار الخروج على ولاة الأمور، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله مثل الخروج على ولاة الأمر قال لا أرضى به، لا أرى ذلك ولا أمر به. الصبر على ما نحن عليه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء، تسرب فيها الأموال، تهتك فيها الأعراض حتى يحكم الله. وقالوا يا رسول الله أفلا ننازعهم؟ قال لا. أفلا ننابذهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهؤلاء الحاملون الحقد على العلماء والأمراء، ولربما أفتى منهم من أفتى على العلماء باستحلال دماء العلماء ومن يسير على هديهم وطريقتهم، ولربما هيج عليهم من كانوا في عصبته بفتاويهم لاستحلال الدماء وصدهم عن دين الله وعن سبيل الله وعن إقامة شرع الله. فمن حمل في قلبه شحنا على علماء أو أمراء لا لله وإنما لهوى أو منهج أو دنيا أو تعصب، فمن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، كما روى الإمام مسلم عليه رحمة الله. فمن هنا قال إلا مشاحن، ويدخل في الشحن أيضا من يحمل الشحن على أبويه، ويحمل الشحن على أرحامه، ويحمل الشحن والبغض على إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو جيرانه أو على سائر المسلمين فيلعنهم أو يكفرهم أو يغتابهم أو يسبهم، فيحمل الشحن وفي قلبه على من كان متهيئ بزي الإسلام. فإن كانت امرأة محجبة حملت شحنة عليها لأنها محجبة، وإن كان رجل صاحب لحية أو استقامة أو صلاة أو طاعة حمل عليه الشحنة والبغض بغير سبب. أما من حمل في قلبه بغضا لأهل البدع
والمعاصي والجرائم والفجور والكفر والإلحاد والزندقة يتعبد لله بهذا، فهذا يؤجر عليه حيث أبغض لله وأحب لله وأعطى لله ومنع لله. لكن يحذر أن يتعصب الإنسان لمتبوعه فيظن أن متبوعه لا ينطق إلا بالحق ولا يقول إلا الحق ولا يخطئ على الخلق، فليحذر من التعصب الأعمى والسير الذي لا يدري ما عواقبه. وليرجع إلى ما ذكر ابن رجب عليه رحمة الله في كتاب جامع العلوم والحكم عند قول الله تباغضوا، فقد ذكر كلاما حسنا ها هنا. ومن ها هنا أيضا قال إلا لمشرك أو مشاحن. نحن مأمورون ألا نحمل في قلوبنا غلا لا على صحابة رسول الله ولا قرابته ولا أئمة المسلمين ولا على كتابه ولا سنته ولا على الصالحين، بل نحبهم في الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. فعادة أهل الإيمان يتحاببون ويتناصحون ويشكر بعضهم بعضا. وقد يحمل قوم البغضاء والشحناء بجمع الناس وتكتيلهم وتجميعهم إلى زوايا أو أماكن لتحريضهم على كتاب الله وسنة رسول الله وتحريضهم على أهل الاستقامة والطعن فيهم وفي منهجهم، والله بالمرصاد. والله لكل من أراد العناد بالمرصاد وأراد الشقاق بالمرصاد وأراد الفراق بالمرصاد وأراد التحريض بالمرصاد، وأراد الله عز وجل من العباد أن يجتمعوا وهو يسعى إلى محاربة السنة والطعن فيها والتشكيك فيها. الله الموعد والعواقب سيئة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وهكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كان في دعاء يقول واسلل سخيمة قلبي، أي اذهب حقد قلبي على أقاربي. ويدخل في هذا من يخاصم أخواته أو تخاصم إخوانها، ومن يخاصم أبويه أو تخاصم زوجها أو يخاصمها زوجها، ويتهاجرون ويتقاطعون شحناء وبغضاء بين الأنساب والأقارب والأسر. أتريدون أن تحرموا من رحمة الله ومن مغفرة الله في الليلة القادمة؟ البدار إلى التعافي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن من طهر قلبه من الغل والحقد والخيانة يعيش بنعيم أهل الجنة، يعيش بقلب يتنعم به بقلب أهل الجنة. فقد عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أهل الجنة قال على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد. فمن خلى قلبه من البغض أهل الإيمان وأهل الطاعة والتحاسد والبغي والإثم يعيش بقلب أهل الجنة. ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الأنهار، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأريح الناس من سلم قلبه من الحقد والحسد إلا ما كان الله عز وجل. ثم ألفت الانتباه إلى أمر عام قد صم البلاد وقد كثر في مكان وقل في مكان آخر، ألا وهو لقد انتشر في بعض المحافظات وفي بعض المدن، وبدأ هذا الأمر يقل ما بين محافظة وأخرى ومدينة وأخرى، ألا وهو ما يسمى بإحياء ليلة الشعبانية وجمل الشعبانية. إن هذا الجمل أحدث من الفتن في أوساط الناس والآثار، فيجتمعون ربما في بعض البلاد يتنقلون في أيام الشعبانية للعشر فما بعدها من قرية إلى قرية، مسرحيات وأهازيج وطبول واجتماعات ونكات وضحك. ولربما جعلوا بعض الرجال على هيئة عروسة وهيئة امرأة يدخل في اللعنة حين يقلد المرأة بهيئتها أو بكلامها وذلك زوج لها، ويمزحون ويضحكون. هذا عندهم إحياء للشعبانية. انظروا كيف الإحياء لهذه الشعبانية. وفي بعض المواطن يجتمعون على هذا الجمل في بعض المدن وبعض الأرياف على هذا الجمل، فيختلط الشباب والشابات والصغار والكبار ويحدث فيه ما يحدث
في بعض البلدان ينشأ عن هذه الاجتماعات في بعض الحارات والأزقة أن يستغل أهل الشذوذ الجنسي أحوال الأبناء الصغار، ربما وقعوا في اللواط بسبب الزحام في الحارات والأماكن. وفي بعض الأماكن والبلدان يجتمع الشباب والشابات على جمل الشعبانية ويتبادلون النظرات والكلمات والملامسات وغير ذلك. ولربما حصل إلى جانب هذا في تلك الليالي أن يحصل من الرقص والغناء والمزامير والطبول، وربما جمعوا ذلك أفراحا بالألعاب النارية التي تحدث ضجيجا فيؤذون المارة ويضرون بالمرضى وبعض الناس في البيوت وكبار السن ويضايقون على الناس. ولربما حصل في بعض الأماكن من السرقات اغتناما لتلك المجامع الكثيرات. ولربما حصل في ذلك أيضا ضرب وخصام ولعن وشتام. ولربما أوقدوا بعض المصابيح وبعض الأشياء المعينة وشعانين النصارى بإيقاد الكفرات أو إشعال أشياء معينة بمناسبة الشعبانية. وهكذا دخل على الناس الأسرجة والفوانيس وما يتعلق بها، عادات يظنون أنها موافقة لشهر رمضان وآتية بالشعبانية. هديكم هدي السلف، لا جديد في منهج المسلمين. احذروا أن نتأثر بأخطاء وأخطار وأضرار وبدع أعداء الإسلام ونحن لا نشعر، فنجيب بالعقلاء وولاة الأمور أصحاب الحارات أن يتنبهوا لهذه التجمعات وهذه الآثار السيئات والأخطار والبليات. كل مسؤول عن رعيته وعن أبنائه وعن التجمعات التي آثارها ضارة. إنهم ينتقدون على مكحول وعلى لقمان بن عامر وعلى خالد معدان حيث أحدثوا هي ليلة عبادة يتعبدون فيها، فهؤلاء قلبوا الأمر إلى شهوات واجتماعات محرمات. وربما استغل أصحاب الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، استغلوا التجمعات لحاجات شخصية، لحاجات ذاتية، لحاجات نفسية، شهوات محرمة لا تدروا. فإن لليهود في أوساط المسلمين من يشاكلهم، وللنصارى من يشاكلهم، ولأعداء الإسلام من يشاكلهم وإن تزي بزي الإسلام. والأيام تكشف الحقائق، فننصح بالتعاون عقلاء الحارات الوجهاء الأعيان، التوجيه بالكلمة الطيبة والنصيحة، لا فوضى ولا ضرب ولا شتم ولا لعن، كلمة بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ودفع هذا المنكر بالأمر الحسن الطيب لا بفوضى. تريد أن تزيل منكر أعظم فلا. فعلى هذا ما يحتاج إلى التنبه له. أسأل المولى جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الشحناء والبغضاء والشرك والمنكر والإثم والبغي وشهوات القلوب أمراضها. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا، ثبت حجتنا واهد قلوبنا، سدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اجعلنا ممن شملتهم رحمتك، اللهم اجعلنا ممن شملتهم مغفرتك. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وجيراننا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا، والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم والأمات. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك، أعداء اليمن واليمنيين، الإسلام والمسلمين، أعداء المسلمين أجمعين في شتى بقاع الأرض من اليهود والنصارى والأمريكان والبريطان والفرنسيين ومن كان على طريقتهم ومن يعينهم ظاهرا أو باطنا قولا أو فعلا. اللهم اقطع دابرهم واكسر شوكتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم
اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم فرغ جموعهم وشتت شملهم ونكس راياتهم، وارنا عجائب اخبارهم في اخذك يا حي يا قيوم من اعدائك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.